السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب، وفي اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة روتين جديد ويوم جديد معانا، ربنا يجعل نهاركم يا رب سعيد ومليان بالخير والبركة والرزق وكل حاجة حلوة، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان اوشك على النفاذ. رمضان عدى بسرعة جدا جدا، مش عارفة ايه السرعة اللي احنا فيها دي، ما حسيناش بيه اصلا. انا حاسة ان زي امبارح كنا بنقول رمضان خلاص جاي، دلوقتي احنا بنودع رمضان وبنقول له ربنا يعودك علينا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنشوف يومنا فيه ايه وهنعمل ايه فيه. اول حاجة دخلت المطبخ، كان عندي شوية طماطم جبتهم وملحقتش يعني ملحقتش استخدمهم. وبما اني رايحة عند والدتي او بيت اهلي، فقلت ايه انضفهم واسويهم واحطهم في الفريزر عشان بدل ما يبوظوا مني وكده. وكانوا طبعا الاول العيال كانوا عايزين اكل، حطيت لهم اكل عشان ياكلوا، علشان هم بعد كده يعني هيناموا ومش هيقعدوا يتسحروا معايا. حطيت لهم الاكل ودخلت المطبخ اشوف مصالحي واشوف ايه اللي ورايا. لو انت عندك اي حاجة زي كده ما تسيبيهاش تبوظ في التلاجة، حاولي يعني تستغليها وتفرزيها تقعد معاكي، ووقت ما ترجعي لو ما تكوني رايحة بيت اهلك زي كده، وقت ما ترجعي هتلاقيها موجودة، هتنفعك جدا على فكرة. فانا قلت بدل ما يقعدوا في التلاجة يبقى يعني يبوظوا كده، وانا مش عارفة نفسي هقعد قد ايه. سويتهم على النار وضربتهم وهشيلهم في الفريزر ان شاء الله كده على خير. هحطهم على نار هادية وحطيت لهم كوباية مية وقفلت عليهم. قفلت ايه، غطيت عليهم يعني وسبتهم يستووا براحتهم خالص. في الوقت ده انا كنت يعني بعد المغرب بالليل بعد الفطار، ولسه ان شاء الله هكمل باقي الفيديو معاكم تاني يوم وباقي تجهيزاتي وتحضيراتي وانا رايحة بيت اهلي. بس المقطع ده صورته بالليل بعد الفطار، وكان عندي شوية الطماطم عملتهم زي ما قلت لكم بعد ما شطبت المطبخ ولميت الحال. وكان عندي غسيل في البلكونة، لميته من على الحبل ونشرت غيره. طبعا لازم اخلص كل الغسيل اللي عندي او اكبر قدر ممكن وانا ماشية، علشان ما اسيبش غسيل كتير في السبت وكده، او ما اسيبش، يستحسن ان انا ما اسيبش اصلا يعني. وبعد كده دخلت المطبخ، قلت اعمل صينية كنافة اكل منها في السحور وبتقعد ايه لتاني يوم على الفطار ان شاء الله. انا بحب اعملها بالموز، الموز كده بيخليها ليها طعم ونكهة، وبيخليها حلوة طرية من جوه، وبتبقى مقرمشة من بره، يعني بتبقى جميلة بصراحة. لو انت ما جربتيهاش بالموز جربيها وان شاء الله هتعجبك. ممكن كمان تتعمل بالقشطة الكدابة، بس انا جربتها مرة واحدة ويعني هي حلوة، بس انا ما حبيتهاش، حسيت ان هي تقيلة وما تشجعتش ان انا اعملها تاني. فبفضل اكتر ان هي تكون بالموز، بتبقى خفيفة وفي نفس الوقت الموز بيديها طعم ونكهة وطراوة كده من جوه. المهم جبت صينية دهنتها شوية سمنة كده حلوين. وطبعا الكنافة انا كنت من قبلها حطاها في الفريزر وبعد كده طلعتها، فهتفركيها كويس قوي بايديكي لحد ما تتفتفت. وهبدأ احط جزء في الصينية واحط بعد كده عليه طبقة الموز وارجع احط الجزء الباقي، وبعد كده هرش عليها السمنة. ممكن بقى السمنة تحطيها على كمية الكنافة كلها وتفركيها كده مع بعضها، وترجعي تحطيها في الصينية. وممكن تعمليها زي ما انا عملتها كده وبس كده. طبعا انا مشغله الفرن جنبي علشان تسخن. الكنافه بتحب النار، يعني لازم تسويها كويس، ما تستعجليش عليها علشان ما تاخدش لون من بره وتفضل نيه من جوه. يعني هي بتاخد وقت شويه، سيبيها في الفرن براحتها تستوي وتتقرمش وتحمر وتبقى تبقى زي العسل. طبعا انا جهزت الشربات جنبي على النار، حطيت كوبايه من السكر وكوبايه من الميه وعليهم عصره ليمونه. انا ما بكترش اكتر من كده علشان الكنافة ما تبقاش تقيلة قوي وتبقى مسكرة، وكمان علشان الصينية بتاعتي صغيرة مش كبيرة قوي، فمش هتاخد شربات كتير.
آخر فيديو ليّا بقى في شقتي يا جماعة، خلاص أنا رايحة لأمي، وما أعرفش بصراحة أنا هاجي تاني قبل ما رمضان يخلص والّا لأ، ممكن أقعد معاها لحد رمضان ما يخلص، فده آخر فيديو ليّا أعمله معاكم في شقتي، ويعني خلاص يعني هاوريكم إيه الحاجات اللي أنا باعملها وأنا ماشية، وإيه الحاجات اللي المفروض تعمليها في شقتِك وتنضفيها إزاي وتوضبيها إزاي، وتسيبي شقتِك يعني إيه مرتاحة كده وزي الفل. خلاص صينية الكنافة استوت معانا، خرّجتها وهاقلّبها على صينية تانية علشان بعد يعني من تحت كده بتبقى الوش اللي من تحت بيبقى ناعم وحلو ولونه جميل، فهتقلبيها كده وبعد كده هننزل عليها بالشربات. هي ما احمرِتش أوي ما أعرفش ليه، يعني مع إني سِبتها كتير في الفرن وحاولت إن أنا أخلّيها تحمَر بس ما أعرفش ليه لونها ما رضيش يزيد عن كده. مش مشكلة، المهم إن هي استوت كويس من جوّه وإن طعمها كان حلو. هنسقيها بالشربات وهنغطّيها وهنسيبها براحتها لحد ما تبقى جاهزة للأكل. خلاص بعد ما سِبتها شوية لحد ما بردت وارتاحت وكده، قُلت أقطّعها علشان آكل لي بقى حتّتين كده حلوين قبل السحور، و وبعد كده هاشيل الباقي لبُكرة للفطار، والعيال الصبح يصحوا كده يلاقوا حاجة حلوة ياكلوها. طبعًا العيال الصغيّرة بتفضّل أكتر الكنافة وهي نيّة، أو أغلب العيال كده على حد علمي يعني، بيحبّوا ياكلوها كده أول ما تيجي من عند الراجل، بياكلوها كده زي ما هي، ما بيفضّلوهاش أوي وهي مستوية أو وهي محشية، أنا ولادي كده. المهم إن أنا دلوقتي تاني يوم بعد ما صحيت بالنهار، الطماطم اللي أنا سويتها ضربتها في الخلاط أو بالهاند بلندر زي ما شُفتوا، وهاعبّيها في أكياس واحطها في الفريزر، وقُلت أجهّز بقى للفطار آخر فطار ليّا في شقتي، قُلت أجهّز وأعمل حاجة خفيفة كده مش هاعمل أكل وطبيخ والكلام ده علشان أنا ماشية، فطبعًا لازم أفضّي التلاجة وأنضّفها وأسيبها ما فيهاش أي أكل علشان ما يعفّنش ويبوظ. كان عندي حتتين كده من صدر الفرخة جبتهم وغسلتهم كويس وفرمتهم في الكبة، ونزلت بيهم في شوية من الزيت أو سمنة وهاشوّحهم كويس، وعشان هاعمل مكرونة، هاعمل شوية مكرونة بالفراخ أو بالصلصة. حطيت طبعًا التوابل المفضلة بتاعتي، توم باودر وبصل باودر وجنزبيل وبابريكا وكاري وفلفل أسود وبهارات مشكّلة. وبعد كده حطيت عليهم شوية من الكزبرة الخضرا وقلّبتهم كويس أوي لحد ما اتشوّحوا، ونزلت عليهم بشوية من الصلصة. الصلصة دي طبعًا أنا خلّيتها أو ركنتها من الصلصة اللي أنا سويتها معاكم علشان أعمل بيها المكرونة، وسِبتهم على نار هادية يستووا والفراخ كده تتسبِّك في الطماطم وتستوي كويس براحتها. كان جنبي على النار حاطة طبعًا مَيّة للمكرونة علشان تتسلق. وقُلت أغسل المواعين بما إني طبعًا ماشية، فلازم أخلّي إيدي في المواعين أول بأول علشان يعني ما تتراكمش عليَّ واتزنق وأنا ماشية، فكل ما يبقى في كام طبق في الحوض أغسلهم. علشان أخلّص بقى حالي وأخلّص اللي ورايا ويعني وما اتربكش، أنتم عارفين اللي ماشية يعني من بيتها يعني بيبقى في ربكة كده وفي دربكة، وعايزة تخلّصي كل اللي وراكِ وعايزة يعني تسيبي الشقة كده زي الفل ما فيهاش أي حاجة، زي ما قُلت لكم لازم التلاجة تبقى فاضية ما فيهاش أي أكل أو أي حاجة تبوظ، ولازم الشقة كلّها تبقى متنضفة وزي الفل علشان ترجعي تلاقي شقتِك نضيفة وتلاقيها كده يعني حلوة كده ومنوّرة، مش تبقي سايباها مكركبة ومبهدلة، وما تضمنيش الظروف. ممكن يعني حاجة تحصل كده والّا كده، فتبقى شقتِك مترتبة ونضيفة وزي الفل. ما علينا بقى، المهم يعني قولوا لي كده عملتوا تنضيفات العيد والّا لسه؟ خلاص رمضان على وداع، ربنا يا رب يعوده علينا بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله السنة اللي جاية بإذن الله ييجي علينا وإحنا في أتم صحة وفي أحسن حال. رمضان بيجري سريعًا، سريعًا ما حسيناش بيه والله العظيم ما أعرفش إزاي، فجأة كده يعني قالوا خلاص رمضان خلص.
يلا الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. أهم حاجة إن احنا نكون عملنا اللي نقدر عليه علشان نغتنم الفرص وناخد حسنات وناخد ثواب. الحمد لله قرأنا قرآن على قد ما قدرنا، وربنا يا رب يتقبل صيامنا ويتقبل مننا كل حاجة احنا عملناها في رمضان. الحمد لله، ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. المفروض الفيديو ده كان ينزل لكم بدري عن كده، بس هو اتأخر شوية، معلش. انا لان انا دلوقتي رحت بيت اهلي وقاعدة عند امي وبسجل لكم الفيديو من هناك، ما قدرتش انزله لكم على طول لاني يعني باجي هنا الدنيا ربكة ودوشة والعيال وكده، فما بعرفش ان انا اسجل الفيديو. فيعني حبيت ان انا انزله لكم برضو علشان تشوفوا اخر فيديو ليا في رمضان في شقتي، وكمان تشوفوا وانا ماشية ببقى ايه بعمل ايه. المهم المكرونة خلاص المية بتاعتها غليت، حطيتها على النار عشان تستوي، وكمان الفراخ بتتسبك في الصلصة. طلعت على البلكونة بصيت كده اشوف الدنيا عاملة ازاي، كان عندي غسيل عشان اشيله يعني واطبقه قبل ما امشي، وكمان الدنيا غيم. الجو كان حلو اليوم ده. لسه طبعا كانت الدنيا مبردة، يعني مفيش حر. كمان جيت هنا لقيت الجو عند أمي هنا في بيت أهلي يختلف تماما عن الجو في شقتي. الدنيا هنا برد وفي كده في زرع يعني حوالينا، وفي هوا وكده، فالدنيا طبعا تختلف خالص عن جو الشقق والمدن والكلام ده. كان عندي دور غسيل، يعني هي كوفرتة كده وكام كيس مخدة غسلتهم آخر حاجة، لأن أنا غيرت الملايات ونضفت أوضة الولاد آخر حاجة، فنشرتهم عشان ينشفوا قبل ما أمشي عشان أشيلهم. طبعا ما ينفعش وأنا ماشية أسيب هدوم في البلكونة، لازم كل حاجة تبقى تمام. خلاص المكرونة استوت، صفيتها في المصفى وغسلتها بمية ساقعة علشان ما تعجنش، وبعد كده نزلتها على الصلصة والفراخ وهسيبهم يتسبكوا شوية مع بعض علشان طعمهم يبقى حلو. وعملت العصير بقى علشان خلاص المغرب قرب جدا عشان نفطر والبس بقى انا والولاد ونتكل على الله. عملت عصير وحطيت كنافة من اللي انا عملتها امبارح في السحور، وطلعت البلكونة اشوف الدنيا عاملة ازاي. المغرب خلاص هيدن، حضرت العصير وادي المكرونة غرفتها حلوة جدا ما شاء الله، جميلة اوي بالفراخ، يعني حلوة أكلة بسيطة وفي نفس الوقت تأدي غرض. والكنافة والعصير والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. بعد ما خلصت فطار الحمد لله شطبت المطبخ خالص وغسلت المواعين اللي كانت فيه ونضفت الدنيا كلها، قفلت طبعا المحبس بتاع الغاز وفصلت اي كهرباء موجودة في المطبخ، وطبعا الحوض فاضي خالص مفيهوش اي مواعين علشان اطلع بقى ايه من المطبخ كده خالص. خرجت على الصالة، كنت منضفاها طبعا ومرتباها وكل حاجة، بس شغلت المكنسة اخر حاجة غسلتها. انا غسلتها ايه كنستها كده على السريع. وخلاص بقى جولة في الشقة آخر حاجة قبل ما امشي. طبعا المطبخ اهو زي ما قلتلكوا، طفيت الانوار وادي الأوضة متوضبة ومترتبة، طفيت التلفزيون طبعا وفصلت اي انوار واي كهارب ما عدا التلاجة طبعا، وادي الصالة وادي الشنط بتاعتنا لمين عزلنا وحالنا وماشيين. الشارع بتاعنا اهو، والدنيا كده ما شاء الله كلها رمضان والانوار والناس كده ما شاء الله، يعني الجو حلو قوي زي العسل. وده كان اخر فيديو ليا في شقتي في رمضان، ان شاء الله ارجع لها بالسلامة باذن الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، واستنوني في فيديو جديد. مع الف الف سلام.